موضوعنا مهم جدا، وهو سحر المرض. حيث أن هناك سحر أو نوع من أنواع السحر يسمى بسحر المرض. طب إيه الأعراض بتاعت سحر المرض؟ طبعا في بعض الناس تذهب للأطباء بتعاني من أمراض عديدة، وأول ما يذهب للأطباء بيطلب إشاعات وتحاليل، والنتائج بتطلع سليمة 100%، مفيش أي حاجة. تمام. والمريض هو اللي حاسس بالألم وحاسس بالتعب، لكن الكشف الطبي أو الإشاعات والتحاليل لم يظهروا أي شيء عند المريض. ففي هذه الحال بتكون إيه؟ سحر المرض. وأيضا هنعرف إزاي نفرق من المرض العضوي أو سحر المرض. بس هنذكر الأول الأعراض. إيه أعراض سحر المرض؟ صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعراض سحر المرض: ألم دائم في عضو من الأعضاء، تلاقي في ألم دائم في مكان معين في الجسد بيشكو منه المريض. الأمر الثاني أو العرض الثاني نوبات الصرع أو التشنجات العصبية. العرض الثالث شلل عضو من أعضاء الجسد. الأمر الرابع شلل كلي للجسد. الأمر الخامس تعطل أحد الحواس عن العمل. تمام. وطبعا لازم ان احنا ننبه ان بعض الاعراض قد تتشابه مع الامراض العضويه، والتفريق بينهم بيكون بايه؟ بقراءه الرقيه الشرعيه. فالمريض ان شعر اثناء استماعه للرقيه بدوخه او تخدير او صداع او اهتزاز في اطرافه او اي تغير في جسده، في المرض هنا يبقى هو ايه؟ مرض، يعني يعتبر مرض سحر. لو حس بالاعراض دي وهو بيسمع للرقيه الشرعيه، خلاف ذلك يبقى المرض عضوي. يعني لو ما حسش باي حاجه وهو بيحس بالالم دي كلها، ما حسش باي حاجه اثناء استماعه للرقيه الشرعيه، يبقى ده مرض عضوي، عليه ايه؟ ان يباشر مع الاطباء. مرض سحر المرض بيحصل ازاي؟ طبعا من المعلوم ان المخ هو المسيطر الرئيسي على جسد الانسان. المخ هو المسيطر الرئيسي على جسد الانسان، بمعنى ان كل حواس الانسان لها حاسه في مركز المخ تتلقي منه ايه؟ الاشارات. فلو جربت اصبعك من النار مثلا، بيرسل اصبع اشاره سريعه لمركز الاحساس في المخ، فتاتيه الاوامر من هذا المركز بالابتعاد عن ايه؟ فورا عن مصدر الخطر، فبتبتعد اليد عن ايه؟ عن النار. كل هذا يتم في جزء من الثانيه، يعني في أقل من ثانية بكثير، في جزء من الثانية. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لا إله إلا الله. فإذا أصيب الإنسان بسحر المرض، تلاقي الجني الموكل بسحر المرض يتمركز فين؟ في المخ عند الشخص اللي هو المريض من قبل مين؟ الساحر. فيستقر في مركز السمع أو البصر أو الإحساس أو اليد أو الرجل او اي مكان اللي بيشكي منه ايه؟ المريض. وعند ذلك بيكون العضو ما بين ثلاث حالات. العضو اللي هو بيتمركز في منطقه الاحساس بتاعته اللي في المخ الجني، بيكون احدى ثلاث حالات: اما ان الجني يمنع بقدره الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب العزيز: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بقدرة الله. إما أن يمنع الجن بقدرة الله عز وجل الإشارات تماما من الوصول إلى العضو، فيتعطل العضو عن العمل، فيصاب المريض مثلا بالعمى أو البكم أو الصم أو الشلل العضوي. والحالة الثانية إما أن يمنع الجن بقدرة الله الإشارات أحيانا ويتركها أحيانا، فيتعطل العضو مرات ويعمل مرات. الحالة الثالثة إما أن يجعل الجن المخ يعطي إشارات متتابعة متتالية سريعة بلا أسباب، فتلاقي العضو يتصلب وما يستطيعش الحركة ويظل مشلول. تمام. وطبعا لازم نعلم ان لا الجن ولا الساحر لهم مقدرة على فعل ذلك الا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز في قوله: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فالامر كله معلق بإرادة الله سبحانه وتعالى. فأثبت المولى سبحانه وتعالى الضرر والواقع على المسحور من قبل السحرة، ولكنه علقه بالمشيئة، فالإنسان ما يتعجبش من ده أو من ذلك. وقد كان كثير من الأطباء، طبعا يعني في أطباء كثير كانوا لا يعترفون بذلك ولا يصدقوا
بهذه الأمور إن أي إنسان مريض ممكن يكون عنده سحر مرض. ولما شافوا بأعينهم حالات عديدة لم يجدوا بد من التصديق والتسليم لأمر الله العلي القدير. تمام؟ اعترفوا بالواقع اللي هو فعلا هناك سحر اسمه سحر المرض، نوع من أنواع السحر اسمه سحر المرض. طيب احنا هنعالج سحر المرض ازاي؟ سحر المرض زيه زي أي نوع من أنواع السحر، ولكن على الإنسان إن هو يحاول أولا يخلص لله في كل شيء. بمعنى إيه؟ الطاعة لله قبل كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، هو الشافي سبحانه وتعالى. فأول حاجة نتمثل بفعل الطاعات، أولها إقام الصلاة، نحافظ على الصلاة بتاعتنا في أوقاتها، لأن الصلاة دي فرض علينا، فلابد إن احنا نحافظ على الصلاة في أوقاتها. هنحافظ على أذكار الصباح والمساء. نحافظ على إيه؟ أذكار الصباح والمساء. هنحافظ على تشغيل سورة البقرة مرة في البيت يوميا، وهذا مصداقا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا الشياطين الجن بيفروا من البيت اللي بتقرأ فيه سورة البقرة. فالمريض إن كان يستطيع قراءة سورة البقرة يقرأها، إن لم يستطع فيشغلها في أي وسيلة من الوسائل اللي هي بيتحمل فيها سورة البقرة، فلاشة، كمبيوتر، موبايل، أي حاجة من هذه الوسائل. تمام؟ وهنستمع للرقية الشرعية. هنستمع للرقية الشرعية، واللي عايز رقية يكتب لي في تعليق وأنا هبعت له رقيتين هيسمعهم بأمر الله تعالى، سوف يتخلص من هذا السحر نهائيا بأمر الله، ما دام حافظ على صلاته في أوقاتها، أذكار الصباح والمساء، شغل سورة البقرة في البيت، هيستمع للرقيتين اللي هبعتهم له، هيتخلص من أي سحر بأمر الله تعالى. وعلى رأسهم سحر المرض، إن سحر المرض دوت يعني في ناس تظل سنوات عديدة، يعني في حالات الواحد يعني عالجها كان ليه أكثر من 17 عام، وهي تعاني من عدم الوقوف على القدمين، مش قادرة تقف على رجلين. بفضل الله عز وجل من جلسة استطاعت إن هي تنهض، رغم إن هي ذهبت لأطباء عديدة وإشاعات وتحاليل وكل حاجة في الطب، ولكن لم تجد الحل. وبفضل الله عز وجل مجرد ما استمعت للرقية الشرعية وتخلصت من الجن اللي هو متمركز في المخ، مشيت بفضل الله عز وجل. فأي حد مصاب بسحر المرض عليه أن يستمع للرقية الشرعية بأمر الله تعالى ويطبق ما قلته لكم، إن شاء الله سوف يتخلص من هذا السحر. وهذا ما أردنا أن نبينه لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.